السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ومسجد رياض الصالحين إن شاء الله مسجد مبارك، وتصحبكم بركات القرآن فيه ومعلومات عن آيات من الكتاب العزيز، مع تلاوة قيمة طيبة نقية إن شاء الله يتلوها الشيخ محمد حسن، ثم نعلق على الآيات. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. فتح الله عليك شيخنا. بدأ شيخنا بقوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اللي بيخاف من ربنا وبالغيب، يعني هو ما شافش ربنا. في الحديث: اعبد الله كأنك تراه، يعني مستقيم كأن ربنا شايفك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم مضت الآيات على نفس المعنى، إن ربنا علم سرك وجهرك. هو أسروا قولكم أو اجهروا به، ربنا علم اللي في صدرك، فمش هتعرف تخفي ولا تمكر. ثم ألا يعلم من خلق، ربنا اللي خلقك مش عارفك. وهو اللطيف الخبير، اللطف هو المعرفة في خفاء، وهو اللطف هو الرحمة والإحسان في المعاملة. وهو الذي جعل لكم، ربنا رحمك وجعل لك الأرض ذلولا يعني مسهلة، فامشي في مناكبها، امشي وكل الرزق واعمل الرزق زي ما انت عاوزه. بس شوف الآيات اللي قبلها كانت تتكلم عن خاف من ربنا، واللي بعدها وانت رايح تجيب الرزق امشي في مناكبها، يعني في جوانب الارض وفجاجها وطرقها، وروح كل الرزق واسعى وسافر واشتغل وجيب زي ما انت عاوز، بس ركز ان ربنا شايفك ومعاك. فلا تزغ وانت تطلب الرزق، ولا تطلبه من مصدر حرام وانت عارف، بس بتقول هي كده طب اعمل ايه. لا، هنا إن الذين يخشون ربهم. لماذا ذكر قضية الرزق؟ لأن الحياة تتمحور، يعني الحياة دي كلها مرتكزة على قضية الرزق. كل الناس بتسعى وبتتخانق وبتتعامل وبتتصالح وبتتخاصم على قضية الرزق. لذلك
ركز الكلام بعد خاف من ربنا، خاف من ربنا، ربنا شايفك وربنا رزقك وروح ارزق. ثم بعدها أأمنتم من في السماء، لما جبت رزق، لما عملت شركة، لما بنيت مصنع، لما بقى عندك كيان، لما بقى عندك محل كبير، أأمنتم من في السماء، أمنت ان ربنا بعد ما عندك محل حطيت رجل على رجل وبقيت باشا خلاص كده، لا يمكن أن ينزع الله منك هذا الرزق، لا يمكن المحل ده يتحرق، لا يمكن الشركة دي تتصادر، لا يمكن حياتك تتوقف وانت قاعد مطمن كده. طب يعني ايه الواحد ما يطمنش يفضل قاعد خايف في مصدر رزقه؟ لا، اطمن بس وانت مش بتعصي ربنا. واحد بيعصي ربنا وغافل عن الصلاة ومقضيها وبيشغل اغاني من اول ما يشغل نص ساعة قرآن الصبح و5 ساعات اغاني في مصدر رزقه، ثم وهو امن ومستريح يقول لك ما فيش مشكلة، ايه اللي هيحصل لي يعني؟ ممكن فجأة تلاقيها بقت صفر. لذلك هذا تخويف. أأمنتم يعني اتقي ربنا في الرزق يستمر، وإن لم تتقي هتلاقي بقى حاجات عمالة تضيع بركة الرزق. بتجيب 10,000 وكأنهم 1000، وبتجيب 20,000 وبيطيروا ما عرفتش تجمع منهم فائدة. لذلك أأمنتم، ثم بعدها أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. حاصبا يعني هواء فيه حصباء، يعني حجارة صغيرة. ثم ينزل الآيات إلى أولم يروا، آخر شيء نختم به، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات. الطير صافة يعني إيه؟ يعني فرد جناحه كده، هذا الصف صافات ويقبضن، يفضل الطير يرفع إيده وينزلها، يرفع إيده، هذا صافات يرفعن ويبسطن أجنحتهن ويقبضن يعني لم جناحه. مين اللي ماسك الطير في السماء؟ ربنا. ومين اللي ماسك الشركة بتاعتك إنها تقع وهي مستمرة؟ ربنا. ومين اللي مثبت رزقك ومخليه دار عليك رزقك؟ ربنا. لذلك لا تأمن وارجع لربنا وتفكر. أولم يروا يعني تفكر في بداية السورة، أولم ينظر، بص للسماء فارجع البصر كرتين. ثم جاء في الصفحة الثانية يقول لك بص للطير، عمل إيه؟ يدعوك إلى التفكر، ما تبقاش غافل. ربنا رزقك تتأمل كده تقول سبحان الله، ده الدنيا كانت مقفلة وربنا فتحها لي من حتة أنا مش عارف هي فتحت من أين. ثم يوصل إلى أفمن يمشي مكبا على وجهه، اللي ماشي مغمض عينه، أما يمشي سويا على صراط مستقيم. سويا يعني مخبا يعني حاطط راسه في الأرض ومغمض عينه وماشي، ده هتصف عربية وهيقع في البحر. ويمشي سويا على الصراط المستقيم، مفتح عينه وماشي مستقيم. هو ده الإنسان الصالح، والإنسان الغافل عن رزق ربنا وغافل في اللي يرضي ربنا في حياته وماشي وخلاص، وغافل عن دينه بيتبع أي دين وخلاص ومش فارق معاه. هو ده مكبا على وجهه يعني تاني رقبته كده وماشي. ويمشي سويا على الصراط المستقيم مصحصح ومركز ويقظ لأهله ولأسرته، مش عاملين يلعبوا من وراه ويلفوا ويدوروا وهو يجيب لهم رزق وهم ياخدوه يبعتروه في الحرام وهو مش فارق معاهم بيعملوا ايه من وراه، المهم جاب رزق وكده انتهى الموضوع. لا، استيقظ وأفق. وفي النهاية كل هو الذي ذرأكم يعني بثكم وخلقكم ونشركم في الأرض وإليه تحشرون. هترجع لربنا وتحاسب عن أعمالك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى فيديو آخر كونوا معنا، جزاكم الله خير.